ده هيبدا من السنه اللي بعديها يجي في شهر 4 يخلص 5. فانت اخر مره جالك نمل شهر 12 اللي هو اليوم اللي احنا صورناه ده اللي هو يوم 12 ده يعني ايه؟ يعني لا في 10 فهو بدأ 10 وحضرتك بقى البرنامج اللي حصل ده كده. عمرك شفتي النمل ده ماشي يعني بيتحرك جوه عينك او على خدك او على حرف عينك بيتحرك، ولا تملي بتلاقيه ميت وملفوف باللفه دي؟ لا حضرتك التحريك كله بيبقى هنا. لا شفتوا نمله بتتحرك ماشيه؟ لا هنا هو كده انا باخد لها من الجسم هنا كده، انما هو القلم كله بناخده من لحد هنا. هي بتحس فيه لكن ما شفتيش يا مي نمله ماشيه طلعت من عينك مشيت على خدك؟ وبعدين الفريس الكبير بقى هو اللي بينزل من العين. احنا عندنا فريسي كبير؟ بس الدكتور ده اللي انا ما شفتوش، يعني احنا في كل مره كنا شفته صغير النمله الناريه اللي هي البن الصغيره دي، لكن هم ذكروا انهم راحوا كان لاحد الاطباء ده هو الطويل ده، طلع بقى واحده اللي هو عزاء اللي بيقولوا على حرام الحله ده. ده هو الطويل ده. ده هو طويل كده. انت طلع لك نمل كبير؟ ايوه. شكله عامل ازاي؟ كلميني انت في سنه كام؟ اولى ايه؟ داتي. اولى اعدادي. مش بتلعبي مع اصحابك وتزعقي وتصرخي كده، ولا انت هاديه مش بتلعبي حاجه كده؟ طيب ايه بقى؟ قولي لي شكله ايه النمل ده؟ كبير. كبير. بتحسي بايه؟ قولي لي الترتيب بالظبط. وجع في الحاجب وبعدين؟ بعد كده بفتح عيني فبلاقي نمل. نمل مش واحده؟ لا بلاقي نمل. قد ايه يعني؟ كتير. كتير قد ايه؟ 5 6 10؟ ما بيتعدوش. ما حضرتك طول اليوم خلال الاربع ايام او الاسبوع اللي بيبدا في العين بنفضل طول اليوم ناخد من العين. ينزل نمله. بينزل بره العين، احنا بناخده من الجسم من جوه. ده الحوار بتاعها. طب دي طب ايه انا بقول لحضرتك احنا بعد كده لما عملنا الاشعه وطلعت كويسه، قلت كمان من الحمايه احنا اي كائن طفولي بيبقى موجود جوه الجسم بيعمل تغير في كرات الدم البيضاء، بيعمل حاجه اسمها ايزينوفيليا. فلما عملنا طلعت صوره الدم الكامله بتاعت مي كويسه جدا. بدات اشك ان ممكن يكون مصدره من الاذن او من الانف، لو من الاذن وهي نايمه يخش، لو من الانف عن طريق يعني النمل بيخش له هي بس يعني هي دي بقى سبحان الله حلوه قوي للدرجه بيجي على الحاجه الحلوه النمل. طب انت ولا مره حصلت لك في المدرسه؟ لا بيحصل. في المدرسه؟ بتنام عليك الفصل طبعا عشان نشوف النمل اللي طالع من عينيك. انت مدرسه بنات بس مش كده؟ كل اصحابك بقى طبعا انت قلت لهم انا الوحيده اللي بطلع نمل، ما حدش فيكم بيطلع حاجه. استغربوا والاستاذ جه يتفرج وكده؟ ايوه بيطلعوني. الاستاذ بيجي يطلع نمل؟ ايوه. والمدير طبعا المدرسه كلها بتيجي تتفرج؟ لا لسه المدرسه دلوقتي تعرف اللي هي بتاعت الاعدادي، انما اللي هي الثانيه دي كان مجرد المدرس يقرا قران كده ويروح شايلها لها بالمنزل ويقول لها شغال قران في البيت شمال. هل ممكن يكون حاجه ليها علاقه بسحر او حاجه او كده؟ لا دخنه. لا دخته دخنه. رحتوا برضو اعمالي رحنا للمصايف. احنا بنعمل كله لغايه ما مش لازم دماغكم تروح الناحيه دي، الموضوع لازم يكون ايوه انا ما اعتقدتش في الحاجات دي، بس احنا رحنا يعني قريت يعني غصب عني ان مفيش حل لسه الست البنت بتنزل يعني. قالوا لي بقى في الاخر ايه بقى؟ قالوا لي ان بنتك معمول لها عمل في جحر نمل. في جحر نمل عشان كده بيجي لها نمل، واللي تعمل له عمل عند فيل هيطلع له فيل من ودانه. الله اعلم بقى. الله اعلم بقى. لا يا جماعه لا، هو طبعا الموضوع لازم انا ما بسمعش كده يا دكتور خالص. حد قال لك يفك العمل ده ولا ما يعرفوش؟ لا برضه يعني لسه برضه بيقولوا لي برضه لسه يعني قدامك يومين 3 ايام اسبوع على كده بقى بيطرحوني بقى على كده. وخدوا فلوس كتير على كده؟ لا ما خدوش حاجه. لوجه الله يعني. هل الست دي محتاجه تكاليف كتير عشان تتعالج ولا؟ لازم نعرف ايه السبب عشان نعرف نعالج. حتى الان احنا الحمد لله يعني كل حاجه احنا تقريبا عملناها، ما عدا قناه اوربت مشكوره بعتتنا الجواب لمكان ان شاء الله هنعمل اشعه الرنين المغناطيسي اللي كانت فاضله لنا. احنا كان فاضل لنا انتوا عايزين ايه غير الرنين؟ احنا مستعدين نعمل لكم كل حاجه. فاضل لنا بس دراسه الحشره نفسها ومعرفه زي ما قلت لحضرتك هل دي فعلا النمله ولا كائن مشابه ليها بينمو مباشره، لان حد بتاع حشرات. وقصه الرنين ان شاء الله هيتحلت، ودي اللي فاضله لنا بس في قصه مي. وانا الحمد لله توصلت ان حتى لو النمل دوت موجود جوه العين او في بويضات بتفقس من وقت للتاني زي ما بعض الدكاتره قالت ان في ماده اسمها البوريك اسيد، وده حمض بيستخدم لقتل النمل، وده ماده امنه تماما نستخدمها في العين. احنا اصلا ده هنرش كيروسول على العين. لا مش هنرش كيروسول ولا حاجه، دي هنعمل تركيزه وان شاء الله بالاستعانه بواحد من الصيادله هيخلينا تركيز البوريك اسيد ده 5%.
غسول او كنوع من الاطراف، ده ان شاء الله هيقضي حد هتحط لها مبيد في عينيها للنمل. لا ده مش مبيد. لا ما هو يعني زي المبيد يعني اقصد يعني على أساس يعني بينظف. ده غسول اصلا بيستخدم في تنظيف العين، بس احنا هنستخدمه عشان احنا لحد دلوقتي مش قادرين نوصل. يعني احنا الحقيقه اللي قدامنا ان في نمل بيطلع من العين، لكن احنا مش عارفين مصدره فين، فغصب عننا لازم نعالج البنت دي والا هتفضل حالتها كده باستمرار. طب هو بيوجعك؟ ايوه. لما يبقى في نمله في عينيك بتبقى ايه مضايقاكي جوه؟ ما بشوفش. ما بتشوفيش؟ النمله رايحه جايه تبقى شايفه النمله في عينيكي؟ لا بشوف في المراية. ما بتشوفيش خالص عينك دي ما بتشوفيش بيها؟ لا بتغيب. بتغيب. بس بيوجعك يعني. بس في السنه الاولانيه بيجي مره واحده، كل سنه بيزيد بقى، كل ما تكبر يزيد النمل اللي بيطلع. بيزيد بقى بيجي بقى في اللي هي مره في شهر 10 بيجي كميه رهيبه عينه. طب هنفضل يعني احنا متابعين الحاله معاكم ونشوف الرنين مغناطيسي، نروح معاكم نعمل رنين وكل حاجه ونشوف الحاله، ما تخافيش يعني. على فكره حكايه ان حد بينزل من عينيه نمل دي عادي، اغلبنا في كلمه الحكايه دي. اوعى تفكر ان دي حاجه دي. ما تقوليش كله هيبقى كويس، كله هيبقى انت عارفه الحكايه دي ولا لا؟ مش عارفه؟ بس الدكتور حازم ياسين قال عمليه. معانا استشاري عيون من لندن اكيد. الدكتور نبيل مسيح. اهلا دكتورنا. الو. ايوه يا فندم. ايوه مساء الخير يا فندم. دكتور نبيل مسيح استشاري العيون في كينجز كوليدج في لندن. طب والله كويس حاجه اتفرج علينا دلوقتي. ايوه. طيب يعني بالصدفه حضرتك ممكن شفت الحاله فممكن تقول لنا لو عندك اي معلومات عن حاجه زي دي. هو الحقيقه دي برضه حاله نادره، في حاجه اسمها اوكيولار مايوسيس اللي بيبقى فيها زي التزام في العين، ودي انا كنت بسأل عليه الدكتور يا فندم في الاول. نعم؟ ده اللي كنت بسأل عليه الدكتور في الاول. ايوه مظبوط انا متاكد من هذا الكلام. هي الحاجه الوحيده اللي ممكن يعني تكون انه ينفستيجيت اللاكريمال جلاند بالظبط. قرب. لا يا فندم كلمنا عربي. الغده يعني نختبر الغده الدمعيه ويتعمل لها يعني كشف بالاشعه المغناطيسيه ويتشاف اذا كان في الحاجه الثانيه اللي ممكن يتاخد عينه من الغده الدمعيه ويتشاف اذا كان في بويضات ممكن تطلع هذا النمل. طب ما دي فكره كويسه برضه. نعمل الكلام ده. طيب انا لسه طالب من حضرتك القصه دي، بس عايز اوضح نقطه بس يا استاذ عمرو، ان مش كل النمل هو اللي بيضع البيض بتاعه، النمل عباره عن ملكات وشغالات والذكور. انت ذاكرت النمل طبعا الملكه دي حجمها 5 اضعاف النمله اللي احنا شفناها في الصوره. ودي حتى يعني لو بفرضيه انها قدرت توصل للعين كانت استحاله ان انسه نايم مش هتحس بيها، لان زي ما قلت لحضرتك ملكه كبيره، والملكه عندها قدره على اختيار المكان اللي بتضع فيه البيض وبترعاه طول فتره الحضانه بتاعتها. انت متخيل ان ممكن الست دي يبقى جواها جحر نمل؟ خلاص، فالكلام ده مستحيل، الكلام ده مش حقيقي خالص. يعني وجود البويضات. احنا هنتابع معاك الحاله برضه الايام الجايه دي. احنا نشكركم شكرا جزيلا. عايزه حاجه غير ان احنا نكمل دكتور نبيل عندك حاجه عايز تقولها؟ لا شكرا يا فندم. هنتابع معاك الحاله ولو في اي مشاكل هنشوف الموضوع ده. ما تخافيش عادي، ده بتحصل لنا كلنا. لسه اول امبارح انا طلع نحلتين يعني. ما تقلقيش خالص. واحنا معاكم ما تخافوش وان شاء الله ربنا يكرمكم ونتابع الحلقه. دكتور نموذج للدكتور اللي بيهتم فعلا بمريضه جات له في مستشفى ما يعرفهاش ويهتم بيها. بنشكرك على اهتمامك. خليك يا فندم. يعني نموذج مشرف للطبيب المصري يعني. واحنا معاك وهنتابع معاك الحلقه ان شاء الله. جدا يا استاذ ان شاء الله. شكرا ليك. ربنا يخليك. فيعني ان شاء الله برضه في مستشفى وادي النيل عندهم كل الامكانيات. هتلاقي هناك المستشفى دي احنا بنتعاون معاها يقدروا يفهموا ايه الحكايه. وهنشوفك بعد اسبوع كده، نكشف عليك بعد اسبوع تاني ان شاء الله. مفيش لا نمل ولا حاجه خالص ان شاء الله. ما تقلقيش. شكرا لك. انت اهلاويه ولا زملكاويه؟ ايه؟ اهلاويه. اخسر ساعتين عن الاثنين. شفت بقى؟ بنشكركم شكرا جزيلا. هيطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني.